رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، في الجمعة الماضية تكلمنا حول القدر، ولكن اليوم نفصل قليلا في بعض النقاط. أين يحصل المشكلة عندنا؟ لماذا حصل لدى المسلمين خصوصا في العصور المتأخرة مشكلة القدر، مع وضوح القدر في الإسلام، ولكن لماذا يحصل لدينا خلل ومشكلة ما نفهم؟ النقطة أين هو سنتكلم عليه بإذن الله قليلا إن شاء الله. برايد عزيز، حفتات شما بحث قدرش ورا كر لذي حفتة من هنا كي سنة اختيج هفرب كنوا معنا كليخ سببي او قدرك ما حفتات شو يقوم اقوا قصة فكرية قدر حتى الإسلام داتي وظيفة خبكي اديج عايدة خدايا تجتهد دست داتي وظيفة خبكي هناك تشي خدش حسب ناخذت چه تسر سر چوا يعني خود نابج ما تظلامي چما تجني چما تكني چما تدرجي خود نابج علي دبيت چما المجنه كت چما دزي كت وان حسابش ما تخوازه ایجاد کدا افسر ایشاندن چه بو افسر ایشاندن ما مسلمانه کنگ دست بکر کو او قاسا ام هر تشیرات من بیا قدره و نه قدره و چما چه بو چما چه نبود کدا اف پروبلم هانه چه دبه يعني اما بحثاوي بكناي. اصل المشكله يبدا نحن نقول والإسلام يقول هكذا: الله عز وجل يعلم جميع الأشياء قبل الحصول وبعد الحصول. قبل كل شيء الله عز وجل يعلم، قبل ما يحصل شيء فالله عز وجل يعلمها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نظهرها، أي كل ما يأتي عليكم هو مكتوب عند الله عز وجل قبل أن يحصل. فنحن أو بعض المسلمين حينما يقرؤون هذا يقول إذن الله عز وجل كتب في حق هذا وسيأتي علي لا محالة، خلاص. يعني الرجل يسوق السيارة بسرعة فائقة وبعد ذلك يأتي المصيبة، يقول الله عز وجل كان يعلم بأني سأسوق ويأتي علي، إذن الله أجبرني. النتيجة فهذا هو القدر، لست مسؤول عن هذا. فالمشكلة بدأ من هذا: هل علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها يجبرك على أن تقوم بهذا الشيء أم لا؟ الذي نحن نفهم من الإسلام علم الله لا يجبر أحدا على أن يقوم شخص بشيء ما. الله عز وجل يعلم، كيف يعلم سنبين بعد قليل، ولكن علم الله عز وجل شيء واختيارك لأمر من الأمور شيء آخر. علم الله بالأمور قبل حدوثها وقبل وقوعها لا يجبر أحدا على أن يقوم بشيء وبعد ذلك يرمي بالمسؤولية على الله عز وجل ويقول الله عز وجل أجبرني على هذا. فالإسلام لا يقول هذا. الإسلام يقول الله يعلم، ولكن هذا العلم لا يجبرك على أن تقوم بالشيء، فلك الاختيار، ولكن علم الله كيف يكون سنبين بعد قليل. اصل پرسکریکی ام کردیم پرسکریک یعنی مشکله اف درد هانه کدا درته اف درد هانه کو ام مسلمان کو اسلامش مراد به خدا هر تشتی دزانه نوصایه بله خدا هر تشتی دزانه بریا کو چه بهش دزانه نه کو چه بیه یعنی تشتکی ام بجن میلیون کی سال پاشه چه به خدا جروی عول دزانه چه به خدا هر تشتی دزانه. خدا قرآن ده جوهاد بجد به هر تشت چه تسره و اموانت هف دزانن پشت خدا هر تشتی دزانه عجبا دبک خدا ما مجبور کم تشتا بکن یا خدا تا مجبور ناکه آدور دا سر ایشاندن مسلمانا چه دبه مادام که خدا زانه ایوی تشتی ورا سر من دمه که خدا من مجبور کریه خدا زانه بیه گاوا که ام یج هف نقد ام بج نه خدا دزانه ولکن خدا تا مجبور ناکه خدا خدای کائنات چه کریه دزانت ملکی ودا چه و حاشا خدا جاهل نه خدا کور نه خدا ام کردید بجن کر اوی قدام ناچه خدا وهانه نه خدا هر تشتی دزانه خدا نه وکمه لو رهین کی مسلمان ما درکتنه دبه خدا تشتانه زانه وقتی چه بو هجت که آی وقت شک واکینو چه بو ایکا کوها بچه ابو خدا یعنی ابنا خدا هر تشتیج روجا عولدا دزانه و زانه بونا خدا انسان مجبور بی تشتهانه ناک ابیا گره زانه بن پرسگره کامه درد مدور دا درد بشته خدا زانه دمه کی گره ور سر من
خده زانه لي خده تمجبور ناكه چوا زانه ما أنا يبيشن. سؤال حتى نفهم جيدا. هل تعلمون ما هو المرآة حينما تنظر إليه؟ حينما تنظر إلى المرآة وترى وجهك جميل أو غير جميل، أبيض ولا أسود، في نظارة ولا ما في نظارة، لحية طويلة ولا لحية قصيرة، تنظر إلى المرآة، هل المرآة يغير شيئا في وجهك؟ يظهر ما عندك، هذا هو. فنحن نقول علم الانكشاف، الله عز وجل علمه يكشف الأمور ولكن لا يجبرك على أن تقوم به، يكشف. تنظر إلى المرآة فترى وجهك، المرآة لا ذنب لها إذا كان لحية أبيض ولا أسود، فقط يبين. فالله يعلم، علم الله علم الانكشاف وليس علم الإجبار، يحيط بالأمور، هذا هو، ليس أكثر من هذا. ولكن إذا نحن قلنا فما دام الله عز وجل يعلم، إذا ذنب ما أقوم به من الجرائم في رقبة الله عز وجل، وهذا غير صحيح. الله يعلم ولا يجبرك على أن تقوم بالشيء، كما أن المرآة لا يجبرك على أن تعمل شيئا، فقد يبين لك جمالك أو غير جمال أو ما في وجهك يبين هذا وليس أكثر. فعلم الله يبين ولا يجبرك على شيء، فنعلم هذا. وهناك حادثة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه بالروايتين. أحد الروايات يقول بأن رجلا ما سرق شيئا فأتوا به إلى سيدنا عمر، وبعضهم يقول لا كان يستعمل الأغاني والآلات الموسيقية يعني، فيأتون به ويقول يا أخي لماذا تعمل هذا؟ عمل غير جميل، اترك هذا. يقول كتب الله في حق هذا قدري عمل هذا الشيء. فسيدنا عمر يعاقبه مرتين، عقوبة من أجل عمله القبيح، والثاني يقول لأنك افتريت على الله عز وجل. هل قرأت كتاب الله في حقك؟ هل قرأت هذا؟ لم أقرأ. لماذا تفتري على الله عز وجل؟ فيعطيه عقوبتين. إذا علم الله لا يجبرنا على أن نقوم بالشيء. أو مثلا كما قويا خدا عز وجل تشتاد زانه أفزانه بونا خدا وقت شيء ونزانن عينك شي عينك كردي تقول عينك داني برشعبي خو خملن وواطي بوك مو خشلت كنا أم روجا جمعي كون هات خديت وجي باشا خديك، ولكن خديت هات شيء ترى خديت يعني تخد ديني أف عينك دما ودن برشعبي خو تماشي خد كن شد في عينك سر شعبته ريته سنبلته سرته برشته نوصا هكي قبضة تماشا كر والله واي ريته دريج بيا ريته كم بيا تقول في عينك هي أنتنا عينك تشكيناك عينك سر شعبته درت خشتره تخد ديني تدا عالم دبيجن علم خدا جوا خدا كشفت كرشتا علم خدا وك عينك هي عينك سر شعبته دينه وهو زيدتنا يعني يكي كور بعينك تماشات كفي كابراي كور بيا قني عيني شيء والله قني يتنا يك ريوي دريج بيا تماشاك ما شاء الله ريوي 20 سنتين دريج بيا اف قني عينك هيدا دا قني نينا برشاوي دريجه برشاوي كنا سرچاوي رش بيا انش سبي بيا بهاره چو ولد بهاره قال ما ولد مروا رشت كه تماشاك از رش بوما قني عينك هيك قني كي بيا هي انتنا قني يتنا خداجي هر تشتي دزانه زانه بونا خدا جيب اي خدا يلو غرا زانه بها خدا حاشا وكا من نه كان بيج نزانو جهالت خوينا وجبير واكر جبير وانا كر چعوي دي چعوي نديد خودا ما خدايه خالقه خدای هر تشتی آنیه وی دنیا آنیه خدای هر تشتی چه وان زانه کو دملکی وی دا چه دبه اف زانه بونا خدا تی انسان کی مجبوره به بال کرنا تشتا کی وانا که انبیا بزانه بن ام گنه کو خلاطی کو ام دکن شاشیتی کو ام دکن ام وانا نکن هم استی خدا عز وجل لسربیا دو وقت حضرت عمر دا مسئله کی چبیه مسئله دو شکلی گوتناویه هن کی دبیجن کابرا کی دزی کریه یو آنینه هنک دبی نال تنبور زانش نه ساز لساز تخستن تن يعني ساز ایران ساز وقت هانه او قسم مدرن نبون ایوی وقتی جی مسلمان ده ایمان قوت و هن کی تشتاد گو عیبه بیا بکره منای نباشن يعني قالك تشتهنا بی وقتی بلکه مسلمان اشقا بگو تا عیبه ایرو بیا نورمال ایرو ایک نکد بیا عیبه اشترا يعني وهذا بيجن اجاوي كابراي ام بيجن ابي كل طنق طنقيت كر يعني ساز خز بيتين جام حضرت عمر تبي والله بيا بي تشتي انا طنق طنق كو ساز ليت خيكو تبي كرو ما فدين نشترى ما نعيبت ما بان تشتي ساكنوت كي تبي يا خليفه قدره من واي
خدي وهات نفسان دي از شبكم يعني قدر من رزقي بتفردايه دبي حضرتي عمر دار على تخيك دار هيك دبي جبر كتبي تشتي نباشتي عيب له ابي بكريت انا دبي جزاي تاع كتبي تشتي خراب كريه دار دو دبي بلات افتراء خديتك چه زانی خدا در حق تدا وها نفسان دیت افتراء خودت کی والله خدا گوتیه تهری تنبور خیت رزق خوبینه جبر خاطره وكتبت افتراء خودت کی جزای تابه يعني خدا هر چیز زانه ولكن خدا عز وجل تی انسانا مجبوره تشتكي ناكم يجب بن. وهناك أمر آخر أيها الإخوة، نحن لدينا اختيار. العلماء هكذا يقول: أنت تختار شيئا وتريد أن تعمل، ولكن لا تنسوا أو علينا أن لا ننسى شيئا. هناك إرادة فوق إرادتنا وهي إرادة الله عز وجل. أنت تريد أن تعمل شيئا، فإذا وافق إرادتك مشيئة الله عز وجل طبق ونفذ. فتريد أن تذهب إلى مكان ما، ولكن ذهبت فالطريق كان مغلق، خلاص إرادة الله عز وجل فوق إرادتك جعل هناك أمور أغلق الطريق أمامك فلم تذهب. أي ليس كل ما نريده بإمكاننا أن نعمل. أحيانا الله عز وجل يقول: لا، لي أمر آخر ولي شأن آخر. هناك كلمة باللغة العربية يقول: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. خلاص إرادته فوق الجميع الإرادات. إذن إرادتنا تابعة لمشيئة الله عز وجل، فلنعلم هذا. أحيانا نقول: فأنت إذا تريد بإمكانك أن تعمل كل شيء. ليس صحيحا. أحيانا أنت تريد ولكن الله لا يريد فتقف في مكانك. أحيانا تريد أن تذهب وتسرق في مكان ما بنية السرقة يذهب، ولكن الله عز وجل يمنعه من السرقة. فحينما يذهب إلى مكان السرقة يرى بأن الشرطة موجودين، هناك الشرطة فيعود. هل كان في عقلك بأن الشرطة ستكون هناك؟ لا، لم يكن في عقلك هذا الشيء. فالله عز وجل له إرادة أخرى، له مشيئة أخرى، له مشروع آخر. فمشروع الله عز وجل أوقف مشروعك فلم تذهب. فلنعلم هذا كذلك. إرادة الله فوق إرادتنا. إرادتنا موافقة إذا شاء الله تفعل، وإذا لم يشاء لا تفعل، تجلس في بيتك. تشتكي دي أم يجي بيجن هر يعني يجي عجبا هر تشتكي أم دخوازن بكن عجبا أم دكارم بكن يا جارنا خطيب قركا ما دقرات بيز ناو خازم تبكي. تشتكي أم قرف عم بكن بلي أم آزاد وزانتشن يعني حر سربستن. أما سربستی امجی گریدای ایزنا خدایه، یعنی داخوازا مهیه ام هنک تشتاد خوازم بکن لی خداش آمه مهمتره که خدا نخوازه اشتی نکاری تشکیب که بیا جنب بزان بن خواستنا مکنگی بجهته دما که خدای جگو تمام تی وقت اتکاری بکی گا خدای گو نات نکاری بکی ام یاش گرش بیر و نکن معناوی والله هم از خواهی قوات ما چب خوازم ازی بکم کس که نکاره الهمبر مداره ام نراسته. جارنا بلانا كاته هي بروجا كاته هي هدف كاته هي، ولكن خدت بنا بلانا كامنا دنيل هي از بنا نخواست مثلا جار انسان خوازه هر جی کی دزیه بکه بنیت دزیه چه دچه تماشات که پلیس لوینه زفری هات بنیت دزیه چو بو ایوا تنه دزیده قزلامی هر بدزه ایوا پلیس هات نلوی دمکی داخوازه خدا ابو پلانه که خدا دیه بو آتا نچو سری یعنی نک والله زی بدزم گره ریام تفکری بنا دوی دنیا ده تبتنه ننی 8 مليار انسان وقته هنه بحزاره حیوان دنیا هنه بحیوانات تشدی هنه بلکه خدا نخواست يعني هر تشتي كو امد بجنا بكن الا غرا چبه قانونك يو ساكن وتنه ابي جام زانبل لي معناوي نه عجبا ام وظيفه خو بكنا تي وظيفه خو بكي الغورا عقل غورا دين تشتي كو دين عقل تشترى بيت بكي وكيدي تشو سري سر شعبانه تشوشي حوالي خدا. طيب نتيجه هذا الامر المختصر هو عليك ان تفكر بعقلك وبدينك وأن تختار ما يأمرك به الإسلام ما تراه مباحا وحلالا فرضا أو سنة. إن كان حراما تجتنب، إن كان فرضا يجب عليك أن تقوم، فإن كان سنة فمن الأفضل أن تقوم به، إن كان مباحا فأنت مخير. وبعد ذلك تقوم بواجبك تحاول، إذا وفقك الله فبها ونعمت، وإذا لم توفق
فله إرادة أخرى وعليك أن تستسلم لهذا الأمر. يكفي هذا، يكفي أن نعمل هذا. ما هو مباح أو ما هو فرض عليك فعليك أن تحاول، إذا وفقت وفقت، لم توفق فتترك الأمر لله عز وجل. أكثر من هذا لا داعي لنا أن نفكر في القضاء والقدر. بكرتايا مجورا بيجن شي بكرتايا بمسألة تبي فكري تبي خويني لجورا دين خوتي أنت تشتي بخير شيء تبيجي بخازي بكي لجورا دين خدا قوتي أبيا فرزة تبكي أبيا حرام نكي داوية تخبات أخو بكي گر خدا دریش ترا وکر سرچعوا خدا دریش ترا ونکر ته تسلیم خدا بی او دفتر اخت بگری یعنی ته وظیفه خو بکی لی خدا اذن تدا دا خدا اذن تنه دا جیت الجی خوش خدا نشید وظیفه خوب جیناینی اف اما نک والله از لماش فرض از بکم نکم انا ظنم خدا گوتیا بک نک ابي نراسته تشتي خدا گوتیا فرضته بکی افي گوتیا حرامته دور بخینی وکی دی جیت نیت اخو ته بج ادخوازن في کار بخیر بکم تخوازی هر عمره مثال تنیه تاخب کی بله تاخب پاسپورت تاخب توش تاخب لی خدا گونه تی چه بکی سر چوالات دمکی خدا گوته نه این کاری اما حتی اوت کارو خبات نه کی تو چه زانی خدا گوته وره نه تی کارو خبات کی داویت فهم کی خدا گوته ای آنها خدا خیر خوشی سلامتی بکن نصیب ما تشتي بخير تخ عقل ما ان شاء الله تشتي خرابج عقل ما در خير وفقنا الله واياكم مما فيه خير الدنيا والآخرة ووفقنا جميعا وأسعدنا في الدارين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.